السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات السهلة والسريعة زي ما عودنا. التوم بطريقة سهلة وبسيطة، اللي هو الخبز. معايا كوباية ونص من الدقيق زي ما احنا شايفين اهوت. ممكن تضاعفي الكمية او تقلليها على حسب ما انت حابة. هي سهلة وسريعة ومكوناتها سهلة، مش محتاجة اي حاجة. ممكن انت تعرفي المكونات على طول، تقللي او تكتري براحتك. معايا هنا معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الملح. معايا هنا بصلايه هيت خضره مقطعاها صغير، وفصين من الثوم مهروسين. ومعايا معلقه من الزبده، او ممكن انت تستغني عن الزبده وتحطي معلقه من الزيت، مفيش اي مشكله. وميه من الحنفيه، ميه عاديه خالص، ولا بيكنج باودر ولا خميره. هنبدا بقى على طول في الوصفه اهوت. هنبدا نحط ادي الزبده بتاعتنا. اظن مفيش اسهل من كده. زي ما قلنا مفيش زبده، هتبداي ان انت تحطي معانا زيت، مفيش مشكله. ونحط الملح والسكر، ونحط الثوم والبصل كله كده على بعضه على طول. وبعد كده نبدا نحط الميه بتاعتنا لحد ما يبقى قوامها الى حد ما سائل. هتاخد من كوبايه ونص لكوبايتين الا ربع على حسب نوع الدقيق. يعني ما تحطيش كل كميه الميه، لان بيختلف نوع الدقيق من نوع للتاني. نقلبها بقى كويس كده. اهوت خدت معايا حوالي كوبايه ونص ومعلقتين كده بس من الميه اهوت. زي ما احنا شايفين قوامها الى حد ما سايل، وعلى طول تبداي تشتغلي بيها. يعني مفيش اسهل ولا اسرع من كده. هنبدا بقى كده نحط الطاسه على النار ونشتغل كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده طاسه اهوت على النار، وحط كميه من الزيت، كميه بسيطه بنمسحها كده بمناديل مطبخ عشان مش عايزين كميه كتير. ونحطها لحد ما على نار تحت المتوسط كده. وبنبدا بقى ان احنا ايه، نحط على حسب حجم الرغيف اللي احنا حابينه باي كبشه عندك كده في المطبخ اهوت. ممكن انت تصغري الطاسه يعني اصغر من كده شويه، وممكن تكبريها على حسب حجم الرغيف زي ما قلنا اللي انت حباه. نسيبها بقى لحد ما تبدا تفك كده، تلاقي تحس انها من الحروف بدات كده تستوي معايا. نبدا نقلبها على الناحيه التانيه زي ما احنا شايفين اهوت. ونبدا بقى بالراحه كده. نبدا بقى ايه، اول ما تحس ان هو عمل من الحروف كده تبداي تقلبيه على الناحيه التانيه اهوت معانا اهو. تقلبيه بقى من الناحيه التانيه. شايفين ما شاء الله طري جدا ازاي. نقعد بقى نقلبه من الناحيه للتانيه كده لحد ما يستوي وياخد لون. وبعد كده نشوف الشكل النهائي للعيش بتاعنا. وادي زي ما احنا شايفين خلصت بقى كميه الخبز بتاعتنا كلها اهي. شايفين ما شاء الله طبعا الحجم الكبير اللي عملته في الاول اهو، وطري جدا زي ما احنا شايفين اهو. وممكن ان انت تعملي حجم اصغر وتخنيه شويه على حسب ما انت حابه ريحه البصل الاخضر مع الزبده مع الثوم. ريحتها ما شاء الله. شايفين ما شاء الله كله عامل ازاي. انت بتتحكمي بقى في الحجم زي ما انت عايزه، وبتتحكمي كمان في اللون اهو زي ما احنا شايفين من فوق ومن تحت. وادي الخضار اهو زي ما احنا شايفين فيه ما شاء الله جميل جدا. تعمليه في ثواني من غير اي تكلفه ولا اي حاجه. يعني بشويه دقيق وشويه ميه هتعملي خبز الثوم بتاعنا اهوت جميل ما شاء الله. ممكن تاكلي بقى بيه زي مثلا مسقعه، هيبقى طعمه تحفه. او مع الفول بيبقى طبعا اي حاجه فيها بصل اخضر تبقى طعمها مميز وجميل اهوت زي ما احنا شايفين. ممكن بقى كده تقطعي منه. شايفين طري عامل ازاي. وتبداي بقى تاخدي منه كده اهوت ما شاء الله تحفه. بألف هنا وبألف شفا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.